من اول ما بدأ موسم الميركاتو وانا ساكت وما بحاولش اتكلم عن جودة الصفقات، علشان الناس تعبت وزهقت من النقد والتقطيع وكل الاجواء السلبية دي. الناس عايزة تفرح شوية وتعيش لحظات امل، وبصراحة انا كمان واحد منهم. بس رغم كده عجبني الطريقة اللي الزمالك بيحاول يبني بيها الفريق. يعني باين ان في شغل على البروفايلات واختيارات نوعية اللعيبة، مش مجرد تجميع اسامي وخلاص. واضح ان في تنوع في الخصائص، وده ممكن يساعد المدرب انه يعمل توليفة مظبوطة ما بين اللعيبة نقدر من خلالها اننا ننافس. انما كجودة بقى، لا، كل الصفقات دي على كف عفريت، يا اما تضرب وتطير بيك في السما، يا اما تغرقك وتنزل بيك لسبع ارض. انت مش جايب اسماء مضمونة زي مثلا الشيبي او فرجاني ساسي او مايلي. اللعيبة دي شفناها قبل كده، فبالتالي احنا عارفينها، فنجاحها هيبقى مضمون على الاقل بنسبة اكبر من الصفقات اللي احنا منعرفهاش. انما حضرتك بقى جايب اسماء ما خدناش فرصة اصلا اننا نشوفهم، زي احمد ربيع وعمرو ناصر واحمد شريف، لعيبة ما نقدرش نحكم عليها. وكل اللي بيقولك ان دي صفقات مضمونة اعرف انه بيحور عليك. وطبعا من اهم الاسماء اللي حصل عليها كلام كتير جدا في الفترة اللي فاتت كان تيدي اوكو، الراجل اللي اتعمل له شغل جامد جدا واتقارن بكوتيسا وابراهيم عادل، واتقال انه هيبقى الحل السحري للزمالك، وهو في الحقيقة كان هيبقى الحل السحري فعلا. والمصيبة انك عملت كل حاجة معاه، اتفقت مع ناديه، اتفقت معاه على العقد والتفاصيل والفلوس، الراجل جه مصر وعمل كشف طبي كمان، وكل الناس قالت خلاص الصفقة دي تمت بنسبة 100%، الصفقة رسميا في الزمالك. بنلاقيه فجأة راح نادي تاني، وتبدأ بقى المبررات اللي تضحكك، زي انه مثلا كان عنده إصابة. طب ازاي؟ الراجل ده لعب كل ماتشات الموسم اللي فات، وراح ناديين في سويسرا وعمل كشف طبي هناك، والنتيجة كانت بتقول انه سليم. فجأة هنا نقول فشل طبي؟ طب ليه؟ وبصراحة موضوع الكشف الطبي ده مش مبلوع بالنسبة لي لكذا سبب. اولا، اللاعب مشارك في 90% من ماتشات فرقته السنة اللي فاتت، وحتى الماتشات اللي ما شاركش فيها كانت بسبب رؤية فنية مش إصابة. واخر 3 مواسم لعب فيهم 113 ماتش تقريبا، فده معدل ممتاز للمشاركة في الماتشات، وده بينفي تماما فكرة الإصابة المزمنة أو عدم اجتيازه للكشف الطبي زي ما اتقال. ثانيا، هو كان في مصر من 6 أيام وعمل الكشف الطبي في الوقت ده، فهل نتيجة الكشف الطبي بتطلع بعد الكشف ب6 أيام؟ ثالثا بقى، وده الأهم واللي كانت مفاجأة بالنسبة لي، إن اللاعب ده طوال مسيرته كلها ما اتصابش غير مرتين، والمرتين كانوا شد عادي وغاب حوالي أسبوع بس. حتى الناس اللي بتحاول تبرر فشل الصفقة دي بالميديا والتسريبات، ده جزء من الموضوع بس مش هو السبب الحقيقي. انت بقى عندك دلوقتي مدير رياضي المفروض يخلص الصفقة دي بنسبة 100% قبل ما يتسرب منها اي حاجة، واحنا اشدنا بالنقطة دي وكنا مبسوطين بيها جدا. انما يتسرب اسم اللاعب بمجرد انك اتفقت معاه واتفقت على فلوسه بس من غير ما يوقع رسمي، فلا، دي نقطة سلبية كبيرة، خصوصا كمان وانت بتفاصل في كل جنيه، واي نادي تاني لو شم ريحة التفاوض هيخطف اللاعب على طول. والمشكلة الأكبر دلوقتي إن تيدي أوكو هيحرق أي صفقة هتيجي بعده. لو جبت لاعب بنفس السعر وبنفس الإمكانيات، لو جبت لاعب أفضل منه، المقارنات هتبدأ تشتغل، ولو البديل ما نجحش أقل حاجة هتتقال يا ريتنا كنا جبنا تيدي أوكو، يعني الصفقة فشلت وحرقت لك أي بديل يجي بعده. وطبعا نرجع تاني للسيناريو اللي بقى محفوظ، زي ما حصل قبل كده مع البرقاوي وبوبنزا وبن شرقي وغيرهم كتير من اللعيبة. دايما بنتفاوض ونتفق ونعلن والصفقة بتطير في اللحظة الأخيرة، ونفضل بقى احنا نقول مبررات هبلة زي إصابات أو مشاكل مالية. والمشكلة الحقيقية بقت فينا احنا مش في الأندية التانية. الزمالك نفسه هو اللي بقى بيغلط في تفاصيل التنفيذ. أنا شفت أوكو وشفت إنه لاعب كويس جدا وكواليتي مرعب حرفيا، وكان ممكن يكون صفقة الموسم للزمالك، بس للأسف الأزمة اللي احنا فيها لا تسمح بأي غلطة. والميركاتو السنة دي كفايه انه بادئ بدايه كارثيه، انت عندك اصلا اجانب مش عارف تتخلص منهم، واللي كانوا سبب في بلاوي الموسم اللي فات قاعدين ومش عايزين يمشوا، ولا جبت وينج ولا فرود ولا باك يميل يشيلوا الفريق لحد دلوقتي. وفي الاخر تيجي وتقول ان الصفقه فشلت عشان الكشف الطبي، والراجل في مصر بقاله اسبوع ومفيش اي حاجه رسميه. ده لاعب عنده سجل اصابات محترم ونضيف جدا، غاب ماتشين بس في مسيرته كلها، ازاي تفشل الصفقه وهو المفروض يكون خلاص اتأيد؟ الناس بتسأل وانا واحد منهم، المشكلة فين؟ وليه كل حاجة حلوة بتبوظ؟ واللي زاد الطين بلة إن الجمهور اترفعت طموحاته في السما بعد ما تسرب إن الصفقة خلصت، ففشلها رجعنا تاني لنقطة الصفر. واللي زعل أكتر إنك ما جبتش غير محترف واحد لحد دلوقتي، والله أعلم هينجح ولا لأ، ولسه مش عارف تمشي الباقيين. كل اللي عايز أقوله دلوقتي عشان ما يتقالش عليا إني بهدم الفريق، خلينا نبدأ من أول السطر ونستنى على جون إدوارد ونشوف هيعمل إيه، وبلاش نعض في بعض أكتر من كده، وبلاش نستعجل، وبلاش نهدم الفريق من اول غلطة. حاليا
احنا محتاجين صفقة تقيلة تصالح بيها الناس، ومحتاجين ننجز قبل ما المعسكر المغلق للفريق يبدأ. كان معاكم مدي هشام، مع السلامة.